مرحبا، كيفنا اليوم وصفتنا كتير سهلة وبسيطة وما بتاخد كتير وقت. ممكن ماكسيموم تاخد معكم ربع ساعة تطبيق، وبالفرن تاخد لها من نص ساعة ل 45 دقيقة بالكتير. فيعني ساعة وطبختنا بتكون كتير جاهزة. طبختنا عبارة عن بطاطا ودجاج بالفرن. كل اللي رح نحتاجه بطاطا، حامض، توم ودجاج. طبعا البهارات بتكون مكتوبة تحت الفيديو. اهم البهار اللي فيهم هو القرفة الناعمة، وانا بحط كمان مع البهارات وحدة جوز الطيب، بتعطي طعم كتير طيب، واذا في زفرة للدجاج بتشيلها. تعالوا معي نشوفوا كيف الطريقة. ليكوا انا عندي الدجاج هون حطيت له بصلاية. اوكي، اللي رح اعمله رح احط الثوم بتقدروا تدقوه مثل ما كانوا زمان بدقوه، بتقدروا تعصروه بهاي الطريقة، بتقدروا تجيبوه اوريدي جاهز، ما بيهمنا اللي بدكم اياه اعملوه. ليكوا انا هون عصرت نص الكمية الثوم، الكمية الثانية ححطها على البطاطا دايركت. عندي هون الحامضة. لو الأكلة حتعملوها على يومين ما تعملوا هاي الحركة، لو الأكلة حتاكلوها على طول تعملوا هاي الحركة. بتجيبوا الحامضة وبتبشروا القشر تاعولها. طبعا بدنا ننتبه انه ما نوصل للأبيض تاعول الحامض. اوكي، هلأ من بعد ما أخدت القشر تاعول الحامض كمان عصرته، رح أحط جزء لهون وجزء حاتركه للبطاطا. هلا رح بلش حط البهارات. عندي الملح، رح احط معلقتين، وملعقة للبطاطا. بعدين عندي القرفة، هاي أهم بهار. عندي السبع بهارات. وهلا رح احط الزيت، ما رح احط لها بهار حار لحد ما احط الزيت وشم ريحتها لشوف هل محتاجة بهار حار ولا لا. هلا رح بلش اخلط. انا هون الدجاج ماني جايبه دجاجه، كانوا زمان يجيبوا دجاجه مثل ما هي ويعملوها. انا هون جايبه فخاد، وكمان مش فخاد كاملين، دبابيس. اوكي، وجايبه قطعتين صدر، لانه حسب الكميه. يعني اكتر العائله عندي بحبوا الاجرين تاعيت الفخاد اللي هن الدبابيس. هلا هيك رح اتركهم شوي عبين ما اعمل البطاطا. البطاطا حاعملها مكعبات. كيف رح اعملها مكعبات؟ رح قصها هيك، اوكي، وبعدين اخدها كمان بالنص، حيصير عندي مثل هيك، فرح صير اعملها المكعب اللي بدي اياه. اوكي، عندي هلا البطاطا جهزت، رح احط عليها الحامض بسرعه. ما تنسوا انه انا هون حاطه ملح وشوم وقرفه. رح بلش هيك حركهم عشان يتجانسوا مع بعض قبل ما احط الثوم. هاي الاكله بتحب الحامض والثوم. هلا عصرت الثوم مثل ما شايفين، راح اخلطهم مع البطاطا. طبعا كمية الثوم انتو بتقدروا تتحكموا فيها اذا ما بتحبوا الثوم كتير.
انا عامله راسين كبار ثوم لانه نحنا بنحب الثوم. اوكي، عندي الباقي شويه ثوم صحيح كمان رح احطه لانه في ناس عندي بالبيت بتحب الثوم الصحيح. هلا رح جيب الدجاج ورصه فوق البطاطا. رح رصه عكس عكاس، يعني اذا هي هون العظمه التانية بتكون العظمه من تحت وهكذا. هون الصدر رح احطه هيك، ما تعتلوا هم رح تستوي معكم حتى لو قربتون على بعض. هلا هاي الخلطة كمان رح احطها فوقهم. هلا ليكو اللي بيعرفني بيعرف انه انا كنت عم بظبط وضبضب وهالقصص ومسح قبل ما اكمل. ليه؟ لانه انا بحب انه لما اخلص الطبخه يكون ما في جرب بالمجلى، فيكون كل شيء مضبضب. عندي هون اللي نحن ما حطيناها هي جوز الطيب، فانا ممكن احط وحده، طبعا الكميه اللي انتم بتحبوها، بس انا وحده بتكون بالنسبه لإلي كافيه. بحطها بالنص هيك، ولا بكسرها ولا بعمل لها اي شيء، هي بتطلع طعمتها بأريحية. عندي هون ورقة زبدة اللي راح اعمله اني راح اعمل بهالطريقة بحيث انه تكتمها. سانيتا الومنيوم، نحن بنقول لها سانيتا، تربينا على هيك. بعرف انه هي الماركة اسمها سانيتا بس هي اسمها الومنيوم او فويل، بالانجلش فويل، بالفرنسي الومنيوم. هلا رح فوتها على الفرن. لو انا هحطها 45 دقيقة فانا هخليها مغطاية 15 دقيقة وبعدين اكشف عليها. لو انا هحطها اقل بقسم الوقت على 3. اول تلت هو اللي بيكون مغطى، التلتين التانيين بيكونوا مكشوفين. ليه؟ عشان تطلع الدجاج جوسي ويعني هيك طري، منه قاسي، وما بتحسوا انه هيك بشد. احطها بالفرن وانطروني لما افتحها اول مره وفوتها ارجع الفرن ونرجع نطلعها. بنقدمها مع رز، في ناس بتاكلها مع خبز، انا بفضلها مع من دون خبز من دون رز، مع سلطه فقط لا غير. ليكو فاتت على الفرن. هلا رح نسكر عليها وننطر ونعد الوقت، نعدلها 15 دقيقه. هلا هاي الصينيه طلعتها من الفرن، رح افتح عليها وارجع فوتها على الفرن. هيكو هيدا البصل الاحمر على الوجه. هيكو هلا رجعت على الفرن، رح سكر عليها وانطر عليها شوي، نص ساعة. انا حطيتها اول شي وهي متغطية 15 دقيقة، ربع ساعة. هلا ححطها نص ساعة. ليكو طلعت صينيتنا من الفرن. اذا بدكم حابين تحمروها
الوجه تعولها اكتر من هيك بتقدروا تتركوها عادي بقلب الفرن. اوكي انا هلا حاسكبها وحعمل السلطة، هورجيكم كيف انا باكلها. ليكو هيدا هو الصحن، بيكون نصه بروتين وربع سلطة وربع كاربس. انا طبعا نسيت لكم جربوا الوصفة بهاي الطريقة قبل ما اكل الاكل، فانا اكلت الاكل، فهيدا اكبر دليل انه الاكل كتير طيب. جربوه وخبروني اذا انتم بتعملوا طريقة تانية. وعلى فكرة في ناس بلبنان بيعملوا الطريقة هاي ببطاطا مقلية والدجاج مقلي، وبعدين بيطفوه بالثوم والحامض، بس انا حسيته بيكون كتير دسم هيك. بهاي الطريقة نيب بتبقى اطيب. جربوا وخبروني. صحتين.